بعيدا عن ثمار الثورة وإنجازات الحكومة، بعيدا عن دراسات المنظمات الإنسانية وخدماتها، تعيش المرأة في إحدى مديريات الحديدة حياة خارج الزمن. المرأة في مديرية برع، وحكاية من تاريخ بدء الخليقة يرويها التقرير التالي. صورة من مشاهد يومية تعانيها المرأة الريفية في مديرية برع الواقعة في محافظة الحديدة. مشقة نقل المياه من أسفل هذا الجبل وصولا إلى هذه القرى المتناثرة في قمم الجبال عناء يومي. استمرار تعثر مشاريع المياه في هذه المديرية رافقه استمرار معاناة المرأة. مشاريع تخزين المياه التي كلفت الدولة مئات الملايين إما انتهت بعد إنجازها إلى ما آل إليه مشروع بلاد الطرف والجرم، أو متعثرة كما هو حال مشروع الشرف، فيما أحواض أخرى تعود لهذا الشيخ أو ذلك النافذ مليئة بالماء. طلبنا على أساس ماطور ماء شافت، قالوا بيصلحوا هنا بركة على أساس نوصل الماء لهناك للحمامات. ثانيا قالوا بيجيبوا شفط، ماطور شفط وليت حتى نعبي بينا ماء. بقت فترة وإحنا منتظرين على أساس يجيبوا لنا ماطور. آخر الشيء دحين الآن شغلوها بحيث أنهم يستخدموها استخدام شخصي للخدمات اللي موجودين العساكر اللي هناك. الكثير مما يدمي القلب يمكنك مشاهدته في هذه المديرية، حيث النسوة يحملن المياه والحطب والدقيق عبر طرق وعرة وتضاريس شاقة، مع استخدام ملاية الربط هذه لغرض زيادة وزن المادة المحمولة. الدبال ما تطرح هنا شوق على تفلت عليها منزل، يكون الحمل يكون الحمل مرتفع عليها هنا، ثقيل عليها. ثقيل، الباو ثقيل، وحامل ولا عطال ولا ماكا. غياب الخدمات الصحية ووعورة الطريق وغياب المشاريع كلها عوامل ضاعفت عناء المرأة في هذه المديرية، التي باتت أحوج ما تكون إلى نظرة اهتمام من قبل المنظمات الإنسانية، طالما أن تعثر المشاريع الحكومية ما يزال يسحب نفسه عاما بعد آخر. بهذا مشاهدينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أضواء سهيل. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، ودمتم في رعاية الله.